السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية، من المنظرة، من قدام جراج فتح الله، الطريق البديل لنفق المنظرة. إن شاء الله يوم جديد من أيام مترو اسكندرية. نشوف اللي بيحصل في الطريق البديل دوت نفق المنظرة وهدم نفق المنظرة اللي اتأخر 15 يوم. هو كان المفروض ميعاد النفق ده يتهد 15/5، النهارده 1/6 اهوت، ولسه الدنيا زي ما هي. بس انا شايف اهوت العربات المحمله بالاسفلت وبابور الزلط والاجهزه بتاعه السفلته وصلت الحمد لله منطقه الطريق البديل لنفق المنظره. زي ما شايفين اهوت بدأوا يحطوا المازوت ويحطوا الاسفلت، والطريق بدأ يشتغلوا فيه. كله خير ان شاء الله. كده في الطريق البديل نفق المنظرة المازوت بدأ يتحط والاسفلت، وادي المكنة اللي بتعمل رصف للطريق. خلاص الاسفلت وصل عربيات عربيات محملة اسفلت او الزلط اللي اسمه ايه ده الاسود دوت اللي معمول بالمازوت والاسفلت. ان شاء الله النهارده اتسفلت، ممكن على بالليل كده يكون الطريق خلص ان شاء الله. اول بص الطريق ده يا جماعه كان اعلى من كده بشويه، نص متر. بعد ما عملوه وعلوه عند مستوى الشارع رجعوا شالوا الردم تاني وشالوا اسفلت تاني ونزلوا الشارع تاني لمستوى الشارع الرئيسي، مستوى طريق جمال عبد الناصر ومستوى الطريق اللي قدام بوابة المنتزه نزل تاني نفس المستوى العادي يعني. نتمشى كده لحد نفق المنظرة ونشوف ايه اللي بيحصل هناك. العربيات هي جت متحملة بالسن دوت او المادة اللي بيحطوها على الارض فده اللي الاسفلت. كم عربية هي متحملة بالاسفلت، دي بتتردم هتتحط على طول على الارضية، والعربية او بتعبى في العربية اللي قدام دي اللي هي الزرقاء ديت بيتحط فيها الاسفلت دوت، وبعد كده بيتردم وبعد كده بيتساوى الالات دي، بعد كده بيجي بابور الزلط بقى ايه يسويها يعني. هو كان في يافطه متعلقه من مده كده على نفق المنظره ان ميعاد تسليم النفق او هد النفق ده 15/5، بس هم ايه تقريبا اختلفوا بقى ايه، هل يبقى فوق اعلى من المستوى ونعلي التاني ولا يبقى نفس المستوى ونمشي زي ما هو. تقريبا استقر يبقى نفس المستوى يعني مش هيعلى تاني يعني. الحته بقى اللي هي فيها الرمله ديت ده يبقى جراج فتح الله. الطريق كده جاي بقى هيجي كده من اللي جاي من عبد الناصر وجاي من البحر، هيمشي كده في الطريق اللي احنا شايفينه دوت اللي لسه هيسافلت دوت، هيطلع كده ايه جنب نفق المنظره من عند الزعيم وجسم نفق المنظره. نفق المنظره بقى اتهد. الطريق ده يبقى طريقين، هو عرضه تقريبا حوالي 21 متر، هيبقى 7 متر رايح 7 متر جايين لحد بس ايه ما يخلصوا بقى ايه الطريق التاني. اول ما يخلص ويشيلوا السور دوت الطريق التاني هيتظبط. تقريبا نبقى طريقين، ده يبقى طريق رايح والطريق التاني يبقى طريق جاي. هنشوف احنا اهو بص مع بعضينا بقى لنا كام، احنا من شهر 4 بنيجي هنا كل يوم يعني من اول 1/4 او 15/4 يعني عدى كام 4 5 6 شهرين اهو او 3 شهور. 4 ايه ده من شهر 1 ده من 15/1 يعني. ده هو كان الميعاد الاولاني يخلص فيه 15/4، زودوا شهر بقى 15/5، زودوا شهر تاني بقى شكله كده 15/6. بس ماشي اتعمل صح مهم يعني. شايفين ادي عربيات المتحمله بالاسفلت اهيت، دي هتترمى على الارضيه او يتحط في العربيات ديت وبعد كده يتفرد لحد نفق المنظره. وهناك نفق المنظره بقى ايه هيتشال ويتعمل هناك ميدان ويتوضى بالسوق يمين وشمال. مش شايفين اهوت خلاص اهوت بدل وصل كده اللون الاسود دوت يبقى كده خلاص اخر مرحله يعني، مش معقول هيشيلوه تاني يعني.
عملوا البلاعات وعملوا الصرف وعملوا الكهرباء وعملوا التليفونات وعملوا كل حاجة في الطريق. ما فاضلش بس حاجة اللي هم يرموا الأسفلت على طول إن شاء الله، ويتسفلت في خلال كام يوم كده يكون الطريق خلاص زي المدينة في المنظرة، ويتشال النفق ويتعمل كده كاميرا أو يتعمل عمود مكان نفق المنظرة يتشال عليه الكاميرا اللي هتعدي فوق نفق المنظرة ديت، ويبقى كده الكاميرات خلصت من أول أبو قير لحد فاكتوريا إن شاء الله. هم حاليا بقى شغالين في الحتة بتاعت غبريال والظهرية ووينجر ديت. الظهرية يا جماعة آخر محطة في المسار العلوي لمترو اسكندرية. بعد الظهرية بقى نبدأ المسار السطحي من أول كفر عبده، سيدي جابر، سبورتنج جديدة، الحضرة نفس المكان، باب شرقي جديدة، محطة مصر. صورنا معظم المحطات دي يا جماعة، اللي هنجيب أي محطة جديدة تتعمل. صورنا العصافرة وصورنا أبو قير وصورنا توسن وصورنا المنتزه وصورنا المنظرة وصورنا محمد نجيب وصورنا فاكتوريا وغبريال والظهرية وكفر عبده وسيدي جابر وسبورتنج وباب شرقي ومحطة مصر. إن شاء الله الحمد لله ما فيش محطة ما صورناهاش يعني. ده بفضل دعمكم يا جماعة وبفضل تشجيعكم ليا. الواحد كده بياخد دعم والله منكم كده يا جماعة، ان هو عايز يصور كل حاجة في اسكندرية ان شاء الله. صحيح انا مخاطي موج البحر الاسكندراني مهتمية اكتر بحالة البحر والشواطئ والصيادين، بس برضه مشاريع اسكندرية مهمة جدا. مشروع اسكندرية ده مهم جدا، خصوصا بقى المرحلة الجاية اللي بعد ديت اللي هي المرحلة من محطة مصر لحد 21 دي هتبقى أهم مرحلة في تاريخ اسكندرية الصراحة. لما يخلص كده من محطة مصر لحد الماكس، من الماكس 21 اسكندرية هتتنقل نقلة جامدة خالص. ده أنا في المنظرة يا جماعة اهوت، نبصوا عليه كده بصة أخيرة. ممكن الأسبوع الجاي من القاهوش أو التصوير الجاي من القاهوش. ده شارع ملك حفني، ده الطريق البديل ده في المنظرة. شارع ملك حفني كده واخد لحد فاكتوريا. تقريبا كل المحلات اللي في المسار مسار المترو اتهدد من اول المنظرة لحد فاكتوريا، مفيش ولا محطة على مسار المترو. نفق المنظرة كده والله شنة كتير في المنظرة ده، ياما شاف بلاوي نفق المنظرة ده. ده كده بص ده الشارع بقى ايه من نفق المنظرة لحد نقطة الزعيم. ده عرض الشارع عريض اهو، هيبقى حارتين او مسارين، كل مسار 3 حارات رايح وجاي يعني ان شاء الله. احنا عارفين يا جماعه ان المترو 21 كيلو متر، 20 محطة مترو، ضافوا 5 محطات جديدة، ميامي ومحمد نجيب وكفر عبده وسبورتنج وباب شرقي، 14 محطة علوية و6 محطات سطحية ان شاء الله. بصوا ده المسار ده كل ده هيتشال بقى، كل التبات دي هتتشال والسور ده هيتشال. هيبقى كده طريق كده كبير جدا واخد كده من محطة ابو قير لحد محطة مصر ان شاء الله. وبعد كده يعدي بقى تقريبا في الخديوي على الماكس على 21 على برج العرب ان شاء الله. بصوا بقى نفق المنظرة هلك الصراحة والله، كفاية على كده والله هلك. ربنا يعني شال القطر وشال العربيات وشال معانا ايام كتيرة جدا. ده الطريق البديل نفق المنظرة يا جماعة، خلاص هيتسفلت قدام سور المنتزه والاسدين. ان شاء الله احنا عارفين المترو دوت بدأ في 5/1/24 30 شهر او 26 شهر ان شاء الله، على 7 كده او 26 اواخر 26 يعني ممكن نركب المترو ان شاء الله. ده سور المنتزه يا جماعه، الدخول المنتزه ب 50 جنيه والبحر جوه منتزه باي
كان ب 200 مش عارف بكام بصراحه، بقى مده بتخلص المنتدى الصراحه 150 200 كده وبتاع. بتركن عربيتك جوه في المنتزه، مفيش دخول عربيات، ب 50 جنيه وبتاخد عربيه الجولف ديت لحد البحر لو انت عايز تروح البحر يعني. ده نفق المندرة برضو من الناحية التانية، والطريق البديل لنفق المندرة. معرفش الحتة دي عالية شوية ليه بقى، هل هتنزل تاني ولا هيسيبوها كده؟ هيبان يعني. شارع ملك حفني في المسار العلوي لمترو اسكندرية من أبو قير لحد الظهرية. وده الطريق البديل اهوت في نفق المندرة، بدأ يستفلت الحمد لله. اللون الاسود باين اهوت، او لون المازوت او لون الاسفلت. خلاص كده، خلاص يعني كده في المرحلة النهائية ان شاء الله. يوم او يومين كده ان شاء الله. النهارده السبت، نيجي كده بقى ايه، نيجي يوم الخميس ان شاء الله والجمعة الجاية نصور ان شاء الله، دي خلاص ان شاء الله. اما صراحة لما بيحطوا دماغهم في حاجة بيخلصوها يعني. هو ممكن كان في بس حاجات لوجستية كده ناقصة في رسم الطريق. شايفين اهو العربيات جت اهيت، عربيات المعدات كلها جت محملة الاسفلت ومحملة كل حاجة، وعربيات تسوية الطريق. والبردورة اللي هي الناحية التانية هيتعمل بقى ايه، جراج فتح الله ان شاء الله. كله خير ان شاء الله. يا رب دايما بخير وسعادة يا رب. نشوف اسكندرية اجمل مدينة في العالم يا رب. الحمد لله ربنا عدى العصور على خير، او العاصفة اللي جت يوم الجمعة بالليل ديت عدت على خير الحمد لله. حبة خيسرة كده بسيطة كده في اسكندرية، بس الحمد لله محدش حصل له حاجة يعني. ان شاء الله اسكندرية بخير بعد العاصفة يا جماعة. اطمنوا على اسكندرية، الجو زي الفل والدنيا جميلة جدا والناس كلها في البحر وفي الشواطئ. انا صورت البروفاج، هننزله ان شاء الله شوية كده اهوت بعد الفيديو ده. شكرا يا جماعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف بقى الشير واللايك والاشتراك في القناة ودعم القناة وتفعيل الجرس، ونشير لاصحابنا كده اللي بيحبوا اسكندرية. شكرا يا جماعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.